كان هناك فتاة اسمها إليسا. إليسا كانت تحلم بأن تتزوج، لكن الحظ لم يكن يحالفها، فقررت أن تعمل خادمة في بيت أحد الأثرياء لعله يحن عليها ويتزوجها. فقامت تغريه بجسمها وحركاتها لكن بدون جدوى، حتى فقد صبره وطردها من البيت. وبدأت رحلتها مجددا للبحث عن عريس. وفي أحد الأيام وبينما هي ترقص في الملهى لمحت شابا جميلا، فطلبت منه أن يلتقط صورة لها، لكن في الحقيقة كانت هذه حجة لتتحدث معه. وبدأت تغريه برقصها حتى وقع في فخها، فاتفقا أن يلتقيا بعد السهرة. وهذا ما حدث، حيث اصطحبها لبيتها وقرر أن يقضي الليلة عندها. وفي صباح اليوم التالي استيقظت إليسا من النوم لترى أن الشاب قد رحل وهرب بعد أن استغلها وأخذ منها أغلى ما تملك، ألا وهي عذريتها. بكت إليسا بحرارة واشمأزت من نفسها ومن العار الذي لحق بها. ومرت الأيام وتبين أنها حامل من هذا الشاب والذي لا تعرف حتى اسمه، وأنجبت طفلها الغير شرعي. وفي يوم من الأيام قررت إليسا أن تبحث عن أبي الطفل الذي لم تراه سوى ليلة واحدة وأفقدها عذريتها وهرب. وبحثت في كل مكان لكنها لم تجده، فعادت إلى البيت وهي حزينة ومهمومة وقررت أن تنتحر. وهكذا ماتت إليسا ودفن العار معها إلى الأبد.